شفت كريد 3 على برايم فيديو، يعني ما انبسطتش. فاحنا عادي جدا الفرانشايز بتاع روكي اللي هو من احلى الفرانشايزز اللي اتعملت ممكن نشيل منه روكي 5 وكريد 3 ويبقى معانا مجموعه افلام زي الفل. ده الفيلم الوحيد اللي ما فيهوش روكي، الفيلم الوحيد اللي ما فيهوش صراع. هو في الخناقه وفي الفايت وفي البوكس بس ما فيهوش صراع، وفي فرق ما بينهم. يعني انت عندك روكي 1 اللي يعتبر من احلى الافلام الرومانسيه. ايوه هو فيلم رومانسي. كان الصراع عنده ان هو يوصل لادريان وفاهم، فترن علقه عشان خاطر من بطل العالم عشان خاطر يعرف يوصل لها. في روكي 3 حتى كان الصراع بينه وبين نفسه. روكي 4 طبعا كان الصراع مع دراجو والانتقام وكل ده 100 فل و14 لحد ما وصلنا كريد 2. كريد 3 انا مش فاهم هو بيصارع مين. يعني هو دلوقتي كريد الابن وصل بقى بوب البوبات في البوكس، فطلع له واحد صاحبه كان من زمان وكان مسجون. طب انا مش انا تعاطفت مع صاحبه. مش عارف انت بتصارع ايه؟ فين الدي ان ايه بتاعت روكي؟ روكي طول عمره اللي بيحاول يوصل وبيحاول يكافح، مش مهم يترن على المهم يفضل ثابت وواقف. في الفيلم ده بقول لك انا تعاطفت مع صاحبك اللي انت المفروض هو ده الفيلن بتاع الفيلم. روكي 1 ده طبعا له حلقه لوحده، لان ده واحد من اعظم السيناريوهات اللي فيها قصه صعود. الناس ميزت امين، من فضلكم اعملوا لي لايك ومتابعه وشير.